من الواضح أنه المجتمع الدولي والعربي والإسلامي ما حدا مستعد ياخذ خطوة جدية لحتى يساعد السوريين بالثورة تبعهم. وكل ما هنالك عم يعطوا النظام مهلة ورا مهلة، وعم يعطوه مثل هلا بعتوا مراقبين، 6 مراقبين، يعني على مين عم يضحكوا؟ الشعب السوري 23 مليون بعتين 6 مراقبين، يعني على هذا كلام سخيف وما بيفوت بعقل حدا. فكل ما هنالك صارت واضحة القصة انه هن عم يعطوا النظام مهل لحتى بطريقة او باخرى يقضي على الثورة السورية، اما بالقمع وبالقتل أو بالإحباط، لأنه بعد أكثر من سنة من استمرارنا بالتضحيات بتقديم الشهداء كذا 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 وما عم يصير شيء، ممكن هن بمخيلتهم أنه الشعب السوري يخاف أو أنه يصاب بالإحباط ويبطل يطلع مظاهرات. فنحن بنقول لهم فشرتوا. دماء الشهداء يلي انسفكت ما حننساها ولا حتروح سدى، ومنا متراجعين لحتى ننتصر. ما في قدامنا ولا طريق ولا جهة ناخدها إلا لقدام، ورجعة ما في لحتى يسقط النظام. بس في شغلة دايما بيستخدموها الدول الغربية بالذات، اللي هي انه السوريين مو موحدين، المعارضة مو موحدة، الجيش السوري الحر مو موحد، حتى الثوار مو موحدين مع بعضهم. فهاد عم يستخدموه هو كحجة ضدنا، بس الحق يقال انه مزبوط كلامهم. ونحن لازم نشوف، يعني صار لنا سنة بهالثورة هي لوين عم نصل، لازم نواجه عيوبنا. وأنا من وجهة نظري إنه أكتر شغلة أكبر غلطة نحن عم نرتكبها هي مشكلة الأنا، مرض الأنا. كل واحد عنده مشكلة إنه بده يثبت حاله، بده يكون له شيء خاص لنفسه أو للجروب تبعه. يعني أنا وقت عم أقول الأنا ما شرط إنه شخص واحد، ممكن يكون جروب. شو القصد من هالحكي؟ يعني ما في ولا ثورة صارت انتقل المجتمع من حكومة استبدادية ديكتاتورية قامعة لمجتمع ديمقراطي الكل متساوي فيه، مجتمع كامل. ما بحياتها بتصير ولا حتصير، هذا كلام غير واقعي. أول شيء نحن لازم نتحد على شغلة واحدة، بغض النظر أنت شو اتجاهك الفكري السياسي الديني. إذا أنت بتوافقني على إسقاط النظام، هذا الشيء لازم يوحدنا وبس، ما في شيء تاني، ما في شيء تاني المفروض هلأ نحكي فيه. إسقاط النظام أولا، بعد إسقاط النظام بيصير في دستور جديد بيراعي حقوق الجميع، بيصير في حقوق المرأة، حقوق الأقليات، حقوق الجميع. يعني هدول أنا ما عم قلل من قيمة مطالبهم شرعية، ولازم المجتمع السوري إنه يخاطبها بطريقة جدية، لكن وحدة. أول شيء إسقاط النظام، وبعد هيك لكل حادث حديث. وكل هالشغلات هي بتصير متى ما صار في عنا مجتمع ديمقراطي مدني متحضر مستعد إنه يحوي سوريا بكل أقلياتها وبكل الشغل الموزايك تبعها. فمتى ما قدرنا إنه نتوحد على إسقاط النظام، كل شيء بعدها بيهم.